مرحبا. اليوم بدي أعمل غدا برغل بندورة. فهي طبخة قديمة وتراثية لكن طيبة كتير، فتابعوني ونشوف الخطوات. يلا هلا حنشوف المواد اللي بدنا نطبخ فيها البرغل بالبندورة. تابعوني رح أقلب الكاميرا. هاي عندي بصلة مفرومة وبندورة، طبعا في هون صلصة ماجي، وهذا البرغل المغسول ومنظف ما بينقع البرغل. بعدين هون عندي هاي البهارات، هاي بهارات كتير منوعة، في عندي كمون وبدي احط كزبرة وفلفل وشطة اهم شي، وزيت الزيتون. يلا حنبلش وتابعوا. طبعا زيت الزيتون بحط انا كمون وكزبرة بالاول والبصل. اوكي، ف هاي البصلة شوي، وبعدين البندورة. هلا البندورة بدها كثير طبخ، بدي اياها يعني اطبخها منيح مشان تتسبك مزبوط. طبعا بتركها هلا، بحط عليها باقي البهارات وبعدين معلقة صلصة وبتركها وبنكمل. هلا بدنا نحط معلقة صلصة. اوكي، معلقة بس، انا ما بحب كتير بس لانه البندورة مو حمرا كتير. هي عم تطبخ. بدنا نسبك، خليها تتسبك وبنكمل. شوفوا هي البندورة مع البصل مع البهارات والصلصة ومكعبين ماجي، طبعا حطيتهم، بدي اياهم يطبخوا يتسبكوا على الاخر، بعدين بحط البرغل. اوكي، يلا خليكم معي. انا متعتي وسعادتي بالبقبقة. شوفوا هاي هلا بعد شوي رح نحط البرغل. يا عيني يا عيني، وشو مشطشط على الاخر، حطيت فلفل احمر. ايه هلا هاي البندوره غليت، هلا بنحط البرغل. اوكي، طبعا البرغل بيشرب مي كتير. اوكي، يلا شايفين هلا هذا البرغل مع البندوره رح يطبخ لحتى يستوي. اوكي، بنسكر عليه، بنوطي النار وبنتركه يطبخ براحته. هاي طبختي خلصت. شايفين هذا البرغل بالبندوره، شغله بتشهي. هلا بتتاكل بجنبها لبن بخيار وسلطه ومخللات. شو رايكم تتفضلوا تتغدوا معنا؟